اديني ماشي لك في الزرع، بصور لك وسط الزرع والخضره، وفي الاخر انت مش راضي تشترك. انزل اشترك يلا. ازيكم يا شباب الاخبار؟ وكنا من كام يوم لسه بنقول اهلا رمضان، ودلوقتي بدأنا رمضان واهلا بموسم جديد وبشهر جديد. اهلا بيكم في العيد. من اكتر الاسئله اللي بتيجي على دماغك وانت في ثانويه عامه، يا ترى هعمل ايه يوم العيد؟ يا ترى هل هذاكر ولا هلعب؟ بص، هو احنا دايما المفروض في كل شيء نبقى وسط، ما ينفعش يبقى كل حاجه في حياتي لعب او كل حاجه في حياتي جد ومذاكره. فانت بكل بساطه انا احكي لك اللي انا عملته في يوم العيد. انا بالنسبه لي كان يوم العيد يتمثل من صلاه الفجر لغايه اذان الظهر، هو ده الاساسي، هو ده اللي انت بتبدا تعيد فيه على اصحابك واهلك وناسك وحبايبك. لكن بعد كده خلاص انا حسيت ان انا ممكن استغل باقي اليوم في شيء مفيد. فانت ايه اللي ممكن تستغله فيه؟ مبدئيا كده احنا مش عايز اضغط عليك في يوم العيد، فانت ممكن تخليه انك تذاكر اللغات زي العربي والانجليزي، ومفيش مانع لو ذاكرت الفرنساوي، لان انت الفرنساوي اصلا ماده للاسف مطنشه، فانت المفروض تديها اهتمام شويه عشان خلال الامتحان ما تتعبش فيها. اما بالنسبه للعربي او الانجليزي فانت ممكن تحل فيه المتحرر، يعني ممكن تحل، هو اصلا معظم الامتحان بيكون حالات متحرره، فانت لو حليت المتحرر يبقى انت ظبطت دماغك على الحاجات دي ودربت نفسك اكتر، ووفرت وقت في الايام اللي جايه انك تحل فيه على المواد العلميه زي الفيزياء والكيمياء والاحياء. واخيرا اوعى تضغط نفسك، ثانويه عامه الدنيا مش مستاهله، لا بالعكس استمتع بكل لحظه في السنه. وعلى فكره هي سنه كل التفصيله فيها بتسيب فيك ذكرى طيبه، وبتبدا وانت اللي بتكتب ذكرياتك بنفسك. وعلى فكره عايزك تستمتع بكره وتفرفش، وفتره الصبح دي انسى فيها المذاكره كلها وعادي وعيش حياتك وما تاخدش الدنيا على اعصابك. ويا رب يبقى عيد سعيد عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ويا رب دايما كل ايامكم فرحه وسعاده وعقبال يا رب ان شاء الله الفرحه الكبيره يوم النتيجه ان شاء الله، لما نفرح بيكم وانتم طالعين من اوائل الجمهوريه ومحققين احلامكم ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، ما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.